يبقى كنا بنقول ايه؟ ان احنا لازم يبقى المقام موحد، لازم المقام ماله يبقى موحد. طيب، يعني لو قال لي هنا كنا جايين مثال 1/3 زائد 2/3، مفيهاش مشكلة خالص طالما المقام هو يبقى هجمع البسط زي مع البسط. لو ومتوحد. المقام هو المقام أجمع البسط زائد البسط، كأني بجمع أرقام عادية، 2 زائد 1 3. وما بغيرش في المقام، المقام ثابت، ما بغيرش في المقام، المقام ايه؟ ثابت ثابت. طالما ما هو. ينفعش اقول ايه 1 زائد 2 و3 زائد 3، لا. بتقول ايه يا محمود؟ معلش قول تاني. طالما المقامات متوحدة، ملناش دعوة خالص بالمقامات. بالظبط، ما بقربش ناحية المقام خالص. احنا ليه؟ كل علم نحط بالظبط، ناخد لان صورة. انا بتكلم في ايه؟ في اجزاء، انا قسمتها لاجزاء. انا بقول لك ايه؟ انا والله جزء من 3 زائد جزئين من 3، ايه اللي يخليك تقسم لي الاجزاء تاني؟ انا ماليش دعوة بالايه؟ بعدد الاجزاء. طيب الحالة التانية ان يقول لي مثلا ايه؟ او هطرح برضو، لو هطرح مثلا 5/6 ناقص 2/6، برضو المقام ناخد هو هنزل المقام زي ما هو، مش دعوة بيه، مبقربش منه. واطرح البسط ناقص البسط، 5 - 2 كام؟ 3. 3. بس كده. طيب لو ملناش دعوة. مختلفين، ماليش دعوة بالمقام، ما بقربش منه. طيب لو مختلفين بقى، لو هقول مثلا 3/7 زائد مثلا 1/2، لازم اجيب هنعمل مقام آه، مشترك اضربهم. بصوا الاسهل ليكم، اسهل نضربهم ايه؟ في بعض. هضربهم في بعض. بالظبط، اضرب 2 في 4 بكام؟ المقامات كلها 14. 14. يبقى اخلي هنا 14 واخلي هنا 14. السبعة عشان تبقى 14 ضربتها في 2، يبقى لازم اضرب التلاتة في في 2 2 بس. ب6. طيب الاتنين عشان تبقى 14 ضربتها في السبعة. ماشي، دي واحدة. معاكم يا شباب؟ الاتنين عشان تبقى 14 ضربتها في كام يا حورة؟ عايزاك تقولي معانا. تمام. الاتنين عشان تبقى 14 ضربتها في ايه؟ في 7. نعم. ضربتها في 7. الاتنين عشان تبقى 14 ضربتها في 7، يبقى لازم اضرب الواحد هو كمان في 7. 1 في 7 بكام؟ ب7. ب7. وصلت للمرحلة دي خلاص هجمع عادي. 6 زائد 7 كام؟ ال14 6 ماليش دعوة زائد بيها. 6 زائد 7 كام؟ 13. 13. يبقى 13 على 14. طب لو هطرح مثلا، لو قلت 3/4 ناقص 1/6، انا ممكن اجيب مقام مشترك اسهل، بس يعني ايه، خلينا نضربهم في بعض. 4/6 هقول بكام؟ 4 في 6 ب24. 24. طيب الأربعة عشان تبقى 24 ضربتها في كام؟ في 6. 6. يبقى لازم أضرب التلاتة هي كمان في 6. 3 في 6 بكام؟ 18. 18. هي محمود، ال6 عشان تبقى 24 ضربتها في كام؟ ال6 عشان تبقى 24 ضربتها في كام؟ هو شكل 6. محمود في مشكلة عند النت. ضربتها في 4. ما هي 6 في 6 دي ب36، مش 24. يبقى ضربتها في 4، يبقى لازم أضرب الواحد في 4. 1 في 4 بكام؟ ب4. ايه يا شباب مالكم؟ وبعدين هضرب ايه؟ هطرح ايه؟ خلاص بقى عادي بقى هنا، المقام بقى موحد 24. هطرح هنا 18 ناقص 4 كام؟
18 ناقص 4 يا حور يا محمود. مم. ها 18 ناقص يا 4 مس كام؟ ثانية واحدة بس. 13 على 7. 18 ناقص 4. 15 ناقص 4. 14 14 18 14. 14 لو سبتها كده صح، ولو اختصرتها برضو صح، بس هي لو قدام، لو احنا لغاية ما احنا هنا دلوقتي ممكن احلها، ممكن يسيبها لي كده، لكن قدام لازم اختصرها، لازم اختصرها تمام لأبسط صورة. لما نعرف شوية المضاعف المشترك، الموضوع هيبقى أسهل منا، يعني أسهل لينا. طب هنا هقسمها على الاتنين فوق وعلى الاتنين تحت. 14 على الاتنين فيها السبعة. 24 على الاتنين فيها الاتناشر، تطلع 7 على الاتناشر. طب لو أنا كنت استخدمتها بطريقة المضاعف المشترك، المشترك بين الأربعة والستة دي الاتناشر. 4 عشان أضربها في الاتناشر، عشان تبقى 12 قصدي، هضربها في 3. 3 في 3 بكام؟ ب9. 6. ناقص الستة عشان تبقى 12 ضربتها في 2. 2 في 1 ب2. يبقى الكسر بقى 9 على 12 ناقص 2 على 12. 9 ناقص 2 7 على 12. طلعت على طول 7 على 12 من غير ما اختصر. دي ميزة ان انا اعرف المضاعف المشترك الايه الاصغر، مش محتاجة اختصر، هو هيجيب لي ابسط صورة ليه. تمام. تمام يا شباب. تمام. اوكي.